المحكمة الرياضية ترفض دعوى نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي بشأن رفض مشاركة الأهلي في أفريقيا الموسم الماضي، وكذلك سحب كأس أفريقيا من النادي الأهلي. زي ما احنا عارفين النادي الأهلي شارك في بطولة أفريقيا في الموسم الماضي وفاز بيها على حساب الوداد، وفي البداية أصلا من الموسم قبل الماضي بيراميدز قدم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل منع النادي الأهلي من المشاركة في أفريقيا، لأن لو حضراتكم فاكرين وقتها تم اعتبار فقط مشاركة الأهلي في أفريقيا لأنه كان في المركز الثاني بعد انتهاء مباريات الدور الأول، ومع نهاية الدوري الأهلي خد المركز الثالث وهو ما رفضه بيراميدز وطلب المشاركة مكان الأهلي في دوري الأبطال. عشان كده بيراميدز تقدم بشكوى من أجل مطالبة سحب كأس أفريقيا من النادي الأهلي في الموسم الماضي ورفض مشاركته، وهو ما رفضته المحكمة الرياضية وأكدت على أحقية النادي الأهلي في المشاركة الأفريقية.